السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي، تحديد إماريتس مول الإمارات. طلعت بدري النهاردة شوية، قلت اتمشى قبل الشغل هصور لكم حاجة في أيام المطرة معرفناش نصور. الدنيا بعد 16/4 اتغيرت في دبي. المترو بقى صعب شوية، المواصلات صعبة شوية. مطرت تاني بتاريخ 2/5 امبارح الفجر، قعدت لحد الساعة 3 العصر. بس الحمد لله المرة ديت كانوا مستعدين، يعني ظبطوا الدنيا شوية فعرفنا نتحرك. بس بالنسبة للمترو يعني هحط لكم فيديو كام ثانية كده اوريكم الوضع في المترو عامل ازاي. المترو بعد احداث المطر في دبي صعب جدا. ف اللي بيفكر يجي الفترة دي يبقى عامل حسابه كويس ان هو هيتعب في المواصلات او التاكسي. ده الحمد لله التاكسي دلوقتي شغال. قبل كده بعد المطر بتاع 16/4 دوت التاكسي قعد حوالي اسبوع ممكن. صعب يعني، قعد حوالي اسبوع 6 ايام. انك تلاقي تاكسي موضوع صعب جدا. والتاكسي اصلا لوحده غالي، من غير اسعار، من غير مطر ولا من غير حاجه. يعني في الطبيعي طريق الشارقة، برضو الناس اللي عايزه تعرف طريق الشارقة المطار. انا رحت مطار الشارقة، بس طبعا ما كانش فيه مواصلات. رحت بتاكسي ورحت بعجوبة يعني عشان الاقي تاكسي. التاكسي كان في الطبيعي التاكسي العادي بحوالي مثلا 115 درهم. بيزنس باي، الخليج التجاري، محطة مترو اسمها بيزنس باي. انا رحت 250 درهم. 250 درهم رايح، 250 درهم جاي. فالتاكسي لطريق المطار الشارقة شغال، وطريق ابو ظبي شغال برضو. بس صراحة مش عارف قد ايه يكلف. يعني مثلا اللي عايز يعرف طريق ابو ظبي، او جاي من ابو ظبي، او رايح ابو ظبي طيرانه من هناك، اللي اعرفه ان في اتوبيسات كل ساعة من محطة مترو ابن بطوطة. محطة اسمها ابن بطوطة. فالطرق اشتغلت دلوقتي عادي الحمد لله. طيارة. دبي جميلة، دبي نظيفة ما شاء الله عليهم. الحكومة يعني شغالين دايما ما بيوقفوش. هتتحرك في كل حتة هتلاقي رفعات، وهتلاقي اللي هو الأوناش بتاعة البناء. الناس شغالة الحمد لله، ما بتبطلش الشغل. والبلد بلد قوية يعني الحمد لله. المرة التانية ديت بعد في الأمطار يعني كانوا مستعدين. أنا كنت طالع الشغل حوالي الساعة، سوري صوت الباص، كنت طالع الشغل الساعة مثلا 10 11 الصبح، وكان في مطر جامد لسه. بس هم عاملين ايه بقى؟ محضرين، عارفين الاماكن اللي في الطرق الرئيسية، الاماكن المهمة اللي هي بيبقى فيها تجمعات مية، وحاطين عربيات وحاطين مكن يسحب المية دي. ف صراحة الله ينور يا امارات. ده كمان احنا معانا فيو لبرج العرب. ثواني اوريكم برج العرب. مش عارف ورانا بالظبط دوت برج العرب. برج خليفة برضو معانا، بس ايه ما اعتقدش تشوفوه من هنا، بعيد قوي. فهبقى اصور لكم ان شاء الله من محيط برج خليفة. ناوي اصور كتير الايام الجاية. فترة رمضان معرفناش نصور، فترة العيد نفس الكلام. بعد كده جت احداث المطر، فان شاء الله هنبدأ نصور، هنبدأ نديكم معلومات على قد ما نقدر. الفيديو ده بس قصير عشان خاطر الناس تعرف الدنيا عاملة ازاي بالنسبة للمواصلات. لو حد جاي، لو حد مسافر، المواصلات شغالة بس صعبة شوية في المترو. يعني هي كلها أيام محدودة والدنيا هتتحل. لكن سواء تاكسي أو كده كل حاجة تمام، وهم مسيطرين يعني الحمد لله على الدنيا. يلا بالتوفيق. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش. تحياتي لكم جميعا.